خلصت الكميه بتاعتي كده كلها في قلب الخلاط. زي ما انتوا شايفين مفيش فيها اي تكتلات. بجيب صينيه كبيره مقاس 60، بدهنها معلقه كبيره من الزبده او السمنه، وبنزل بالخليط بتاعي. بعد ما تقل وخد القوام اللي انتوا شايفينه ده، بسيبه بقى خالص لغايه ما يبرد ويعمل وش كده، يعمل طبقه كده عشان اعرف احط معلقه من الزبده او السمنه. بسيحها كده وبنزل بيها واحده واحده على قلب العزيزيه بتاعتي كده، وبحاول اخليها تاخد وش للصينيه كلها. بوزع المعلقه دي على قلب الصينيه كلها زي ما هتشوفوا دلوقتي كده، عشان هي دي اللي هتعمل لي الوش بتاعها. طبعا اكون محضره الشوايه، طبعا دي مش تخش الفرن، هنشغل عليها الشوايه لغايه ما تاخد لون حلو. بتاخد حوالي 10 دقايق او اقل، كل واحد حسب الفرن بتاعه. بصوا هنا بحاول اوزع معلقه الزبده على الصينيه كلها، عشان هي دي اللي هتديني الوش اللي انا عايزاه. تمام. بدخلها بقى تحت الشوايه لمده 10 دقايق، هتطلع بالشكل القمر ده. اظن مفيش اسهل ولا احلى من كده. هنعملها بطريقه حلوه قوي قوي في البيت، ولا اجدعها حلواني ما شاء الله. من اسهل الطرق اللي ممكن تجربوها للعزازيه. لو الوصفه بقى عجبتكم، لايك وشير واشتراك في القناه.